واش عارفة باللي 40% من الماكلة اللي كيشريوها المغاربة في رمضان كتمشي ديريكت للزبل؟ تخيلي نص منطق كتشعلي فيها العافية بيدك. اليوم غادي نوقفوا هاد النزيف. اليوم غادي نهضروا على كيفاش تقتصدي في رمضان. شوفي فيا مزيان، ركزي معايا. هذا ماشي فيديو ديال نصائح جداتي، هذا فيديو ديال الطوارئ. علاش؟ حيت في رمضان العقل ديالك كيتخدر، العاطفة هي اللي كتسوق، والنتيجة جيبك كيخوى والمورال كيطيح مورا العيد. انتي دابا بصفتك المديرة المالية ديال حياتك ولا ديال دارك عندك جوج اختيارات: يا إما تدوزي رمضان كتبكي على المصاريف، يا إما تخرجي منه وانتي رابحة الفلوس ورابحة دينك وصحتك ورابحة راحة بالك. الخيار الثاني هو اللي غادي نخدموا عليه بطريقة الفهد، القوة والدقة. أول حاجة خاصنا نهرسوها هي ديك الخرافة ديال رمضان كريم يعني الطابلة عامرة. لا، رمضان كريم يعني الروح عامرة. واش فراسك بلي المشكل ماشي في الغلاء، المشكل في العين. عينك هي اللي كتاكل قبل كرشك. ملي كتدخلي للسوق وانتي صايمة، الهرمونات ديال الجوع كيعطيو إشارة للمخ بلي راكي في خطر، بلي كاين المجاعة. اش كيدير المخ؟ كيقول لك شري كل شيء، شري باش تعيشي. هنا فين خاصك تكوني ذكية، خاصك تكوني قناصة. انتي ماشي ضحية ديال الإشارات، انتي ماشي ضحية ديال البروموسيونات كاذبة، انتي المتحكمة. واجي نفككو الثقب الأسود اللي كيشفط لك فلوسك، هو داك الخوف. الخوف أجيك شي حد وما يلقاش ما ياكل، الخوف لا تشهى شي حاجة وما تلقايهاش. هاد الخوف وهم. السؤال الحقيقي هو: شحال من مرة رميتي الخريرة بايتة؟ شحال من مرة رميتي الخبز كارم؟ شحال من مرة طيبتي 3 ديال الأنواع ديال المملحات وكليتي غير وحدة؟ جاوبي راسك بصراحة. إلا كان الجواب بزاف، راك كتحرقي فلوسك بلا ما كتعيقي. دابا ندوزو للمعقول. اختي، كيفاش غادي نطبقوا هادشي؟ أول حاجة، ديري قانون. ممنوع، وأنا كنقول لك ممنوع، تمشي للسوق بلا ورقة. الورقة هي السلاح ديالك ضد الغريزة. نهار الحد كتشدي ورقة وستيلو، كتحطي البروغرام ديال 7 أيام: الفطور، العشاء والسحور. علاش هادشي مهم؟ حيت ملي كتعرفي شنو غطيبي نهار الثلاث، ما غاديش تشري مطيشة زايدة نهار الاثنين وتخماج ليك نهار الخميس. الدقة. تاني حاجة، شري الأساسيات بكمية كبيرة: الزيت، الطحين، القطاني، من الهري ماشي من السوبر مارشي. السوبر مارشي مصمم باش يسرق لك عينك الحوايج اللي ما محتاجاش. الهري كيعطيك الحاجة بلا زواق وبتمن طايح. ولكن حذاري، تخزين ماشي هو التكديس، ماشي تعمري البلاكار حتى يولي يخلع. شري غير اللي كاين في المنيو. ثالث حاجة هي عمرك تقداي وانتي جيعانة. هذه هي الضربة القاضية للميزانية. ملي كتمشي تقداي مع ديك 4 ديال العشية، راه ماشي انتي اللي كتقداي، راه الجوع هو اللي كيتقدى. كتشري المالح والحلو والشهيوات اللي كيبانوا زوينين في التصويرة. الحل، تقداي مور الفطور، ولا صيفتي شي حد ما صايمش إلا كان ممكن، ولا شربي الماء مزيان وتسحري مزيان قبل ما تمشي تقداي الصباح بكري. دابا ندخلوا للكوزينة، هنا فين كتضيع الفلوس بصح. واش عارفة باللي لا بريباراسيون كتوفر عليك 30% من الميزانية؟ ملي كتشري القزبور والمعدنوس وتنقيهم وتقطعيهم وديريهم في الفريغو، راكي حفظتي فلوسك من التلف. ملي كتشري الدجاج وتقسميه حصص بورسيون على قد أفراد العائلة، كتحبسي الهضر. الفكرة ديال ندير بزايد هي اللي خرجت علينا. طيبي على القد، العبار، الميزان. حاجة أخرى مهمة بزاف، تدوير البقايا. الروز اللي شاط من البارح ما يتلاحش، يولي سلطة للفطور. الدجاج اللي بقى يولي حشوة للبريوات. لا، الكوزينة راه معمل، وانتي المديرة، والمديرة الشاطرة ما كتضيع حتى غرام ديال المادة الأولية. أجي نهضروا على الضياف. رمضان في المغرب هو شهر اللمة، ولكن واش اللمة كتعني الإفلاس؟ شوفي، الناس كيجيو عندك باش يشوفوك، باش يضحكوا معاك، باش يجمعوا الحسنات، ماشي باش يقيموا الطبلة ديالك واش فيها 12 نوع ديال العصير. ديري مبدأ one star dish، تبقى واحد رئيسي واعر وشوية ديال المرافقات، ما تبقيش تشتتي جهدك وفلوسك على 20 حاجة صغيرة. وحاجة أخرى، تعلمي تقولي لا، ماشي ضروري تعرضي على القبيلة كلها، وعرضي بالمعقول. التعاون بوتلاك، إلا كنتوا عائلة كبيرة كل واحد يجيب حاجة، هذه ماشي عيب، هذه هي المشاركة الحقيقية. العيب هو تكلفي على راسك وتسلفي باش تباني واو، ومن بعد رمضان تبقاي حاصلة في الكريديات. علاش كنشريو بزاف؟ حيت كنحسو بالفراغ. رمضان كيجي باش يعمر الروح،
ولكن حنا كنحاولوا نعمروا داك الفراغ بالماكله. ملي كتحسي براسك باغيه تشري شي حاجه غاليه وغير ضروريه، حبسي، تنفسي، سولي راسك واش انا محتاجه هادي ولا غير حاسه بالقلق. غالبا الجواب غيكون القلق. سيري تصلي 2 ركعات، قراي شويه قران، هدري مع صاحبتك، شربي كاس د الماء الا كان بالليل، وغتلقاي باللي الرغبه في الشراء مشات. ردي بالك من 10 الاواخر، تما فين كيوقع الانفلات الامني في الميزانيه. الناس كيبداو يوجدوا الحلوى والحوايج د العيد وكينساو باللي راه باقيين كيصرفوا على الماكله. النصيحه الذهبيه: ميزانيه العيد تعزل بوحدها قبل ما يبدا رمضان. الا خليتيها مخلطه غتوصلي ل 27 رمضان وغتلقاي راسك 0 درهم. الحلوى ديري 2 كيلات في الدار، نقيين، بساط وبنان. ماشي ضروري تشري كيلو ب200 درهم باش تحطيها للناس وما ياكلوهاش. الحوايج، واش بصح محتاجه تكشيطه جديده بالاف الدراهم باش تلبسيها صباح واحد؟ فكري في سمارت كاجوال، شي حاجه انيقه جديده ولكن عمليه وكتبقى. بغيتك دابا وانتي كتشوفي هاد الفيديو تنوضي ديري واحد الحركه. جيب ورقه، قسميها ل4 خانات: الاسبوع 1، الاسبوع 2، الاسبوع 3، الاسبوع 4. حطي ميزانيه مقفوله كابت بادجت لكل اسبوع، مثلا 500 درهم للاسبوع على حساب جهدك. هذيك 500 درهم خرجيها كاش، حطيها في ظرف. ملي كتمشي تقداي بالكاش كتحسي بالالم ديال الفلوس خارجه. ملي كتخلصي بالبطاقه كارت بانكير ما كتحسيش. هاد الالم صحي، هو اللي غيخليك تفكري 2 مرات قبل ما تشري ديك القرعه د العصير اللي ما فيها فايده. شوفي، الاقتصاد ماشي هو الحرمان، الاقتصاد هو حسن التدبير، هو انك تعطي قيمه لفلوسك ولمجهودك. تخيلي معايا صباح العيد، تخيلي تفيقي وتطلعي في التليفون وتلقاي باللي باقي عندك الفلوس في الكونت، وتلقاي باللي ما ضيعتيش الماكله، وتلقاي باللي صحتك خفيفه حيت ما كليتيش الزيوتات والسكريات بزاف. هاد الاحساس ما كيشريوهش الفلوس، هاد الاحساس كتصنعيه نتي بالقرارات ديالك اليوميه. نتي قويه، نتي قادره. رمضان مدرسه ديال الصبر، والصبر كيبدا من الجيب. ما تخليش السوشيال ميديا تضحك عليك، ما تخليش المظاهر تسرق ليك بركة الشهر. كوني لبؤة، كوني ذكية، كوني مقتصدة بوعي ماشي ببخل. ودابا قولي لي في الكومنتير، شنو هي أكبر حاجة كتخسر ليك ميزانيتك في رمضان؟ واش الشهيوات ولا العراضات؟ تسناي قبل ما تمشي، المرة الجاية ملي توقفي قدام داك الرف في السوبر مارشي تفكري هضرتي، سولي راسك واش هادي غتغديني ولا غترميمي؟ إلا عجبك الفيديو بارطاجيه مع ديك صاحبتك اللي ديما كتشكي من المصاريف في رمضان. عتقيها. تهلاي في راسك، ورمضان كريم بذكاء.